يا مساء الفل عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير كتير كتير. اول حاجه عايزه لايك للفيديو واشتراك في القناه لو ما انتش مشتركه، وتعالي موريكي المشتريات اللي لما بتخلص عندي بنزل اجيبها. اول حاجه كده، طبعا اي بيت ما بيخلاش لا من مكرونه ولا من الرز. انا حرفيا ما كانش عندي حبات رز فجبت اول حاجه. استنوا هجيب بس البيت ده ما يتكسرش. حطه فين؟ زي ما قلتلكوا جبت الرز ده. دي شكارة 10 كيلو، اسمها حبة وحبة. الشكارة دي ب335 جنيه. هي نزلت شوية، يعني كانت اعتقد ب350، هي نزلت شوية فبقت ب335 جنيه. فجبتها. وايه تاني؟ يبقى اول حاجه كده الرز. زي ما قلت لكم الشكاره 10 كيلو ب335 جنيه. تمام. احنا كنا بنجيب اللي هي ال25، بس مش عارفه يبقى بكام دلوقتي، اعتقد بقى ب700 وشويه، حاجه زي كده. بس انا بجيب دي لان انا ما بحبش اعين اي حاجه خالص برا المطبخ. فالشكاره 10 كيلو لما كنت ال25 كيلو لما كنت بجيبها كنت بضطر ادخلها البلكونه، وكنت ببقى رايحه جايه رايحه جايه. فبجيب ال10 كيلو دي على قد العلبه بتاعه الخزين بتاعه الرز، ولما بتخلص بجيب غيرها. تمام. معانا بقى ازازه الزيت دي، اول مره اشوفها. انا سالت ابو تسليم عليها حالا، بيقولي ب50. فهي يعني حلوه، يعني لونها حلو، فاتحه وحلو. اسمها مسرور. دي ب50. والممتاز ب70. تمام. انا مش جايبه لا زيت ولا سمنه كتير، لان ماما على طول بتجيب لي اللي هي السمنه البلدي وكده. فهي المفروض دلوقتي هتجيبها لي يعني، فانا مرضتش اكتر لا في السمنه دي ولا في الزيت. فجبت العلبه الصغيره بتاع الكريستال دي. ازازه السمنه بتاعت كريستال دي ب65 جنيه، هي 700 جرام. تمام. بعد كده بقى جبت المكرونه دي، اسمها لمتنا. بصراحه انا مش مفضله مكرونه معينه، بجيب لمتنا، بجيب الملكه، بجيب حوا. يعني مش مفضله مكرونه معينه. جبت كيسين من دول، المكرونه الاقلام، عشان المكرونه اللي بالبشاميل. الكيس من ده كيلو ب30 جنيه، بس اعتقد ده كيلو صافي. ده اعتقد كيلو صافي ب30 جنيه. تمام. جبت اتنين. جبت اتنين اقلام. جبت ايه وده ساحت جبت كيس ملوخيه. جبت كيس ملوخيه من دي. المفروض انا بجيب بسمه بس ما لقيتش بسمه، فجبت اسمها نايل. وزنها 400 جرام ب25 جنيه اهي. بس بصراحه يعني بتاع السوبر ماركت شكر فيها كتير، يعني بيقول مسحوبه زي بسمه كده. جبت بقى كيس من ده، اللي هي المكرونه دي، المكرونه اللي هي الخواتم دي. مكتوب عليها خواتم. دي برضو ب30 جنيه. دي جبتها علشان لما اجي مثلا استخدم الكيس المكرونه. لو حبيت استخدم شويه يعني بقسم الكيس ده على نصين. نص منه مع كيس ونص تاني مع كيس. تمام. وجبت كيس مكرونه اسباجيتي.
وجبت المكرونه اللي هي الصغيره دي، اعتقد الكيس يعني الكيس حقه اعتقد 15، طالما الكبيره ب30 اعتقد دي ب15، بس انا مش عارفه سعر دي بصراحه، بس اكيد 15 طالما الكيلو ب30 يبقى دي ب15. جبت منها 2. وجبت بقى شعريه الملكه، شعريه انا كنت جايبه شعريه وابو تسنيم هو بيجيب برضو حاجات، جاب برضو كيسين شعريه. اللي عايز شعريه يا جماعه يجي عندنا، عندي 5 اكياس شعريه. وجاب كيس المكرونه ده، وشاي، باكو شاي مش عارفه سعره كام بصراحه، مش عارفه. انا ما بسالش على الاسعار على فكره يا جماعه، انا ممكن السعر اسمعه كده، هو الراجل مثلا بيقول على الاسعار ممكن اسمعه، انما ما بروحش اسال على السعر نفسه. مش عارفه ليه ما بسالش، بس لازم اسال بقى من المره الجايه عشان لازم ابقى عارفه الاسعار. فانا جبت ده، وجبت كيسين سكر. هو ابو تسنيم اللي جايبهم بصراحه، اسمه الفارس، انا اول مره اشوفه، بس سكرته بيضه يعني، شوفوا السكر ابيض وحلو، من اللي هو مش من اللي هو الاصفر المخرز ده، لا اللي هو الحبايه البيضه الناعمه الحلوه دي. جبت كيسين برضو، هو جاب كيسين اللي هي جبنه السلطه. هي دي معموله من الجبنه الكيري مش من الجبنه القشطه، فاللي بتبقى معموله من الجبنه الكيري بتبقى جميله جدا بصراحه، بتبقى تحفه. انا جبت منها طبقين، بس في طبق اتفتح يعني، بس مش عارفه بكام والله، لان برضو مش انا اللي جايبه الحاجه دي. وجبت طبقين جبنه رومي، فزي ما بقولكم انا مش عارفه الاسعار لان مش انا اللي جايباها. وجبت هو جاب يعني ربع جبنه تلاجة، انا عندي جبنه تلاجة على يعني دي على اللي عندي، ونص حلاوه، طبعا عملت التسليم منها سندوتش. جبنا عدس اصفر، بنعمله عدس وبنعمله كشري اهو. انا مش عارفه بقى الحاجه دي بكام بصراحه والله، لان مش انا بقى اللي جايبه الحاجات دي. جاب لي بقى شويه فانيليا على خميره على بودر، طبعا الحاجات دي بتبقى حلوه جدا في النسكافيه. وجايب لبن، جايب لبن عشان كده جايب نسكافيه اهو. توابل بقى، جاب فلفل اسمر ده ب10 فلفل اسمر، وكيس ملح اسمه غنى، وديت ب10 7 بهارات، ودي ب10 حبهان. انا قلت له بس يجيب مقننات كده على دخلة رمضان ان شاء الله، نجيب بقى توابل بكميات عشان بقى نغسل علب التوابل ان شاء الله، ونجيب بقى التوابل الجديدة على نظافة كده، والعلب نظيفة بإذن الله. جاب طبقين اللحمة المفرومة دي. جاب كرتونة بيض دي حبايبي، الكرتونة ب135 يعني رخصت، انا كنت بجيبها كانت وصلت ل170 جنيه، هي دلوقتي بقت ب135. جبت بقى علبة الكريم دي من فاتيكا بالحبة السوداء، اعتقد ده كان ب85 اعتقد. وجبت ديفول عشان تسنيم شعرها، ده كان سعره 135 انا فاكره سعره. وجبت الاوكس ده ريحه نسيم الشرق، دي ريحته تحفه. كيلو ونص ده الغساله اللي هي الفوق اوتوماتيك، مكتوب عليه 80، كيلو ونص ب80. وجبت كلوريكس الوان
ب45. اعتقد الاسعار رخصت شويه. وجبت ده اريال باور، اللي هو 3 كيلو، اللي بيعمل يعني بيعادل 5 كيلو بودر. ده كان ب185. عايزه اقول لكم بقى ان انا جايباه في اقل من شهر، وده لسه مخلصش يعني، لسه في حبه. بصوا لسه في حبه. جايباه اقل من شهر. كنت جايباه بكام؟ ب210. بس ده من السوبر ماركت. ده من بتاع منظفات ب185. انا شفتوا الفرق قد ايه. انا مش عارفه ليه بصراحه بيستغلوا او كده يعني. فرق كبير يعني، حتى مش واخد 10 جنيه في الحاجه ولا 5 جنيه، ده واخد كتير. فخلوا بالكم بقى يعني المنظفات دي الاحسن ان انتوا تشتروها من محل منظفات، مش من سوبر ماركت. السوبر ماركت بيغلي، هو والصيدليه لو رحت جبت منه الحاجه دي هتبقى غاليه جدا عليه. وجبت بريل المواعين ده، بيبقى على فكرة كويس جدا. مش لازم تشتري اللي هو الاوكسي ولا البريل او كده، لا على فكرة ده بيبقى حلو وبيرغي وبيبقى بينضف كويس يعني. بس يا حبيبي دي كانت المشتريات اللي انا جبتها، ولسه في حاجات طبعا لسه هجيبها. طلعت بقى العلب عشان انظم الحاجة دي. طلعت علب البيض، علبة البيض، وطلعت العلب برضو بتاعت اللي انا هحط فيها الجبن واللانشون والحاجات دي. انا جبت لانشون بس مفتوح يعني، فهعين بقى الحاجات دي في العلب بتاعتها. الحاجات دي هننظمها ونرجعها بقى في الضلفة بتاعتها. واتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكم، واي حد كان محتاج معلومة منه واستفاد يحط لي بقى لايك للفيديو، واستني فيديوهات تانية كتير. اشوفكم على خير. باي باي.